يقول هات بابا، والله العظيم هالبر الرحيم ما نقبل بحوثي بابا، كل العنصري ابني مقري من يقبل بحوثي بابا، والحوثي مصمم بابا، والقاتل مهنجم بابا، والسارق معلم بابا، ما واحد يقول بم بابا، والعالم حرف يا السبع العجاف يا اصحاب الصراخات بابا، والمسكين خاف من حفل كتاف يا اصحاب الشعارات بابا، غابة ومفرغة. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله يا مجد الدين. أهلا وسهلا. إنني أحيي فيك صدقك والنبوة ما ظهرت منها إلا كلام باهر مستمهي. هذا شعر من أشعاري بس أنا ما أقدر أشمت له. ما شاء الله. أنا يعجبني فيك إخلاصك وتفانيك الحمد لله في الدفاع عن وطنك من وعن فضل دينك الله. وأنا أقول لك الله سبحانه وتعالى هيئنا لهذه المهمة، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وأنت كنت من أنصار الله، والله سبحانه وتعالى جازاك من توفيق الله هذا. من توفيق الله جازاك بأن استشهد 3 من أبنائك الحمد لله، وسيكونون ذخرا لك، وأقسم لك بالله من غير يمين إنك لا جنتك يا رب أنت ومن ما اشتهيت إن شاء الله يا رب. على فكرة بيذكروك السيد ذكرك شخصيا. لا نعم، قال الذين يعني وهبوا فلذات أكبادهم للوطن سلموا لي عليهم. عليك وعليه السلام. الله يحفظك ويسلمك. أنا أعجبتني في من الولد هذا؟ ولدك؟ هذا ولدي نعم. ما شاء الله تبارك الله، هذا قد وقته ايش؟ قد حان قطافها. يعني هذا قد وقت حر، يعني قصدي جاهد جاهد. هذا صغير. هذا الذي يدخلك الفردوس. لا الفردوس الأعلى بالله عليك. وفي بجوار وجوار سيدي حسين شكل الجنة في وجهه سبحان الله. ما يوقع. خلاص هذا على طول توكلنا. جنة جنة. خلاص. أي اسمك يا بطل؟ أبو هجوم. أبو هجوم. أبو هجوم. أيوة. يا سلام. بطل. وعتجاهد في سبيل الله؟ أيوة. ها بطل عتقاتل الدواعش؟ أيوة. يا سلام. أنا أفدي دينك التربية هذه، التربية الذي الأنبياء ربوا أبنائهم. الحمد لله. المجاهدين ربوا أبنائهم على هذا الشيء. أنا يا أخي شيء مثل هذول الناس والله لولا ما يجوز لنا أحلف. هذا من فضل الله. الحمد لله والشكر له. أنا أفدي يعني في هذا. الله يحفظك. إذن خلاص خلاص على بركة الله. بزه عند خليه قدوها أنا بس. أين؟ عندك. لا بزه عند ما تسلم. واثقين فيكم. تسلم عليه سلام الوداع. احنا لسنا اسمع اجلس يا مجدي. لا تظن أننا بهذه القسوة، نحن لا نقسو على طفل يريد أن يسلم على أمه. بارك الله فيكم. خذه إلى أمه خلاص تسلم عليه. جيب نسلم على أمك وبعدين نرجعك. يلا تأشيرة الجنة إن شاء الله. بارك الله فيكم. صغير يا سيدي. ها؟ هذا صغير هذا ما قدش حق كتاب. اشترك مشجس أعلمك أنا عادو صغير اش عليك؟ خليه يروح يجاهد في سبيل الله. اش عليك أنت حمر بنعلم. اشترك هذا نستفيد به إعلاميا. عيالك مرتاحين؟ الحين عادوا اختبر ذا الحين. الولد اختبر؟ ايوه اختبر. الله يوفقه. اختبر هو في الجبهة. جبهته ايش شوي الحين في الجبهة قد احنا دارين يعني جبهة 60 المعدل. منها مش جاي الجبهات قد به ناس بيجي دول جعل وعادوا مالي زي سيدي. قد بيدون وعادوا في المقام. وانت ليش تعب ولدك ولدي؟ ها خلوا هؤلاء يروحوا يجاهدوا في سبيل الله يحموا الوطن. المهم المنحل ولد يا سيدي. ولا يهمك عم بزن ان شاء الله امريكا. امريكا؟ بقول الموت لامريكا. كيف؟ احنا بقول الموت لامريكا كيف؟ ولا عاد فهم هذاك في الكلام. الكلام ما عاد لا امريكا. ايش معك يابا؟ ايش معاه ولدي وحبيبي ونخسي وعقلي؟ وش تجاهد؟ عليك ايش الخبر؟ من يعلم؟ انت بترسل الولد؟ ايش تجاهد مع امك انت اليوم؟ تجاهد ايش؟ أجاهد في سبيل عادك صغير تجاهد في سبيل الله. من بتساير؟
مثلا جاهز مشي وعاد شغل جاهز تولى أين الجهل؟ جاهز عاد مشي. يا حمار أنت ادرس وتعلم كمبيوتر وريح تعلم رماية وركوب الخيل والتزلج على الجليد وركوب الأمواج، هذا هدفك. احنا أنت اشتك تعيش تتعلم، هذا جهاد ما جهاد ما لمك منه دخل. قال احنا الأولينها. أما هذول يا ولدي يجون في سبيل الله، هؤلاء بيموتوا والسبك أنت، والسب تعيش مرتاح. هؤلاء خلقوا في ساعاتك وعلى رجال لاقوا مخلف أبوه. أخوتك الكبار هذه أكبر منك ما جندناهم ولا دخلناهم عسكر ولا الشجاهد. قم ياكل بابنك قم. الحمار هذا بسمع الكلام من بيساير؟ ها؟ من بيساير؟ ادري من ذي بيلعب. ريح بسرنا الرجال ولد هذا الخياف. جاهد. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالكم؟ أهلا وسهلا. كيف صحتكم؟ ها؟ سلامة. وانا دريت في المكتب حقكم قد لي ساعة وانا ادور. ايش اللبس هذا الغريب؟ هذا بدل انسلخت من الدين كما تنسلخ البعرة من التين. انا تعبان والله. انا لي 3 سنوات مغترب في السعودية. ألف مبروك. في السعودية؟ في السعودية والداري من أعدائنا وبدريح والسعودية. أنتم من أعداء الوطن تعتبروا، وأنتم الخونة. والله لو ما دريت أي شاكل ما ريح السعودية. انا مغترب لي 10 سنوات، مش من ذا الحين، لي 10 سنوات مغترب. طيب وجيت علشان المفروض ما تجيش هنا. ابشر ولدي في البيت. وش دخلي؟ 3 سنوات اقول لك لي غايب من البيت. 10 سنوات اقول يا رب اعطيني ولد، ربي رزقني بولد. وسافرت لي 3 سنوات ايش ابصره؟ قالوا جاء لهان عندكم رحله، خرج مع ابو مراد. رحلة ايش؟ ما ادري رحله، قالوا اخرجوا كذا جاهدوا، والله ما لي علم. قالوا روح اسال. شوف ها امه تتصل تبصر ولدها. الحين رحلة ولا فهمني. قالوا راح يجاهد والولد عاد صغير، ما شو حق جهاد ولا حق حرب ولا حق. ولدك أنت؟ ايوه. سبحان الله، يخرج الحي من الميت. ولدك صار يجاهد، أحب الجنة فأحبته، أحب الجهاد فأحبه الشعب. أنا أشتري ولدي ذا الحين، أقول لك لي منه 3 سنوات. تشتي تحرمه من الجهاد، من متعة وحب وفلذة الجهاد؟ اتق الله. أقول لك ولدي الوحيد ما فيش معي غيره، أنت فاهم؟ مش دخلينها. وين ولدك؟ أنا محروم من العيال، هذا أول ولد، فرحة عمري. طيب إيش تشتي بالضبط؟ تجيبوا لي ولدي أسألك بالله. ما نودي بس ولدك. يا أخي هذا صاحبكم أبو مراد، ما أدري من هذا اللي في الحارة، هذا اللي من أنصار الله. وجابوا الولد قال له عشان يجاهد، والأم تبكي ما هي دارية كيف تفعل، كيف تواصل معاكم. أسألك بالله جيب ولدي. هذا سيكون بوابتك إلى الجنة إن شاء الله، وسيغفر لك الله الذنوب وسيدافع عن الوطن. يا أخي أشري ولدي، حرام عليك. أنا أب، أنا ما فيش معي غير هذا الولد. يا أخي دخول الحمام مش زي خروج منه. أسألك بالله تتصل له ويجيبوه. لك لك ايش اسم ولدك؟ اسمه أسامة. كم عمره؟ عمره 12 سنة. 12. أسامة بس حيكلفك. لا زلط أمشي الولد. أقل شيء 400,000. مش مشكلة، كم اشتريت الدولي ولدي. ومياه حق المواصلة. تمام. هي بسرعة الله يحفظك. 500,000 أقل حاجة. المشكلة هالكشوف المشكلة هذا عندنا ما بش كشوف. أنت زلطك جاهزة؟ الفلوس الآن أجيبها لك. ها؟ الآن أجيبها. أيش اسمه هو؟ أسامة علي محمد إبراهيم. اصبر أنا بتصل. عند من؟ عند أبو من؟ أبو مراد. أبو مراد. أهلا وسهلا. أهلا بسيدي وعيني. أبو مراد ولا من؟
يا أخي في هنا واحد اسمه ابو اسامه. أبو أسامة. أسامة من؟ اسامه علي محمد ابراهيم. أسامة علي محمد إبراهيم. ابصره موجود عندك؟ موجود. أهلا وسهلا. إذا خلاص ولا يهمك. بالله اسالك بالله خليه يجي بسرعه. يشتي يسمع صوته موجود يعني؟ يلا تمام. موجود. ابشر. اسالك بالله. سمعني صوته. أهلا يا أسامة. موجود. أيوة. خلاص نجهز الزلط. ندي لك الزلط، أنا قد أدفع لك الزلط كلها. كامل الزلط. ولده كل شيء كله والله. أشتي أقول لك حاجة. آه. الله سبحانه وتعالى الزلط شرفنا. الزلط موجودة. شرفنا بإيش؟ بالجهاد. ولولا الجهاد لما كانت هناك أمة، ويجب على كل مسلم أن يدفع. المهم يا أخي، إيش قلت لي اسم ولدك؟ أسامة هذا اللي قلت كان يكلمه قبل شوية. إيش كبسر هذا يعني؟ هذا أسامة. الله يرحمه. هذا أسامة. حرام عليكم. كيف كان قبل شوية يتكلم؟ شبه إلينا. حرام عليكم. عادي. حرام عليكم، اتقوا الله يا أخي. حرام عليكم، أطفال تروحون في الحرب. شهيد في سبيل الله. حرام. شهيد. الله ينتقم منكم. الله ينتقم منكم. شهيد. الله ينتقم منكم. وين الوليد؟ هذه بقى تعال. يا وليد تعال وزع الصور. اتصل لآبائهم يجوا لهم. غابة ومفرغة. كانت حربا ضروس، بسوس لبوس، غموس غسوس قفوس. على العموم كان صاحبنا في أحد المتارس بعد أن فقد كل مصالح. فإذا به لم يعد إلا لحاله، والقمر سامر لحاله، صاحبي جالس لحاله، والقمر سامر لحاله. فكان ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض فإذا به محاصرا هنا وهنا. وكان أعداؤنا ذاك اليوم هم الجيش الصهيوني اليمني يحاصره في جبل من الجبال ساطا. فكان ينظر ويفكر، ومعه تلفون ريمي. ألا تعرفون؟ تلفون عادي، ولكن أهل اليمن يسمونه تلفونا ريميا. فنظر إلى التلفون ونظر إلى السماء وقال: يا حسين 47,000 مرة ولا حد جاوب. لماذا؟ لأنه كان يلبس جزمة سوداء، والجزمة السوداء كما نعرف أنها تفقد النظر وتمحي البقر وتشكد الذكر برارا. نعم. فذكر أن رجله بها جزمة سوداء، فخلعها
ولبس بيضاء ناصعة البياض من المعرض اشتراها. لا مش من المعرض، هي موجودة جنبه وفي حصار، كيف من المعرض؟ فلبسها فقال يا حسين، فإذا به يتجلى حسين. قال له قال يا من خارجني. فقال له حسين كيف خارجك؟ قال خارجني من ذي؟ قال لأمي أي حارب حمار ولا قدوه في أحسن بقعة. فقال ما هذا بيمينك؟ قال هذا تلفون الريمي ما بش حتى وحدات. فقال له الحسين ها فاندلع التلفون وحدات. فقال له ما بش فيه شحن. فقال له الحسين ها فإذا به يشتحن. فقال له ولكنه ريمي ما بش تغطية ولا بشيء. فقال له ها فإذا به يتحول تلفون الثريا. فقال وماذا ينفع التلفون؟ قال اضرب يا حمار. فكان يشتي يفعل حق، قال لا اضرب وليس اضرب. فقال ايش اضرب؟ قال 7 المهم اداله رقم. فاتصل برئيس الجمهورية آنذاك فإذا والجيش قد محمد من كل ربعة واتصل عند الرئيس. فاتصل رئيس الجمهورية وأوقف الحرب في دقيقة ونجا صاحبنا. صلوا على آل محمد. احنا صلوا على آل محمد وبس. اللهم صل على آل محمد. هكذا أسرع وأفضل، كما جاء في حديث الرغاغ بن الرضا بن السراء بن الرؤى قال من اختصرها ووصل إلى الآل، لأن السماوات والأرض والجبال والأنبياء لم يخلقوا إلا للآل. فمن قالها 77 مرة استبادت. نعم هكذا كما جاء في الحديث. وخلاص إن شاء الله ننتقل بكم إلى حديث آخر من أحاديث الريد بول. نعم. نداء عاجل إلى من جند الأطفال وخالف العرف والقرآن والسنة. يا أبي يا أمي يا جمهور يا عقال، قلدكم الله حد عاقل يبيع ابنه. نداء عاجل إلى من جند الأطفال وخالف العرف والقرآن والسنة. يا أبي يا
الوزارات، في شارع وحارات، في كل القرارات، والطارف يقول هات. والله العظيم البر الرحيم ما نقبل بحوثي، كل العنصري ابني مقري من يقبل بحوثي. والحوثي مصمم والقاتل مهنجم والسارق معلم، ما واحد يقول بم. والعالم حراف يا السبع العجاف يا اصحاب الصراخات، والمسكين خاف من حوف الاكتاف يا اصحاب الشعارات.